وبكده نقدر نقول اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النهارده كده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين ختامه مسك بقى، اللي هو بقى ايه، بنختم بقى بالايه، بالصابليه. حاجه كده بسيطه كده وجميله وحاجه رقيقه. يعني بصي شوفي انت هتشتري يعني كيلو منه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، معدي معاكي فرق جامد. يعني 600 جنيه بره، لا انت هتعملي 2 كيلو او اكتر من 2 كيلو، يعني مش هيكملوا معاكي حوالي 300 جنيه. معايا كيلو ونص من الدقيق، كيلو زبدة، كيلو زبدة فرن، يعني ايه، قالب زبدة كده على بعضيه كده بتجيبيه وتضربيه كده بالمضرب لحد لما تحسي ان القوام بقى كريمي معاكي، وتفضلي كده تضربي في الزبدة لحد لما تحسي ان القوام بقى كريمي معاكي. بتحطي كمان 600 جرام من الزبدة، يعني ما يعادل نص كيلو، كمان 100 جرام عليهم. ولو انتي بتحبي الحاجة مسكرة زيادة عن اللازم ممكن تضيفي كمان 100 جرام او 200 جرام. طيب انا حطيت 600 جرام من السكر، وحطيت قالب الزبده، وحطيت كمان يا حباب قلبي كيلو ونص من الايه، من الدقيق. وحسب احتياج العجين، يعني انا حطيت كيلو ونص من الدقيق وحطيت كمان حوالي 100 جرام. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. حطيت كده بقى ايه، ضربت السكر مع الزبده لحد ما القوام بقى كريمي، وبعد كده ضفت عدد 2 بيضه. وبعد كده حباب قلبي، وده اختياري على فكره، ممكن ما تضيفيش بيض لو انتي مش حابه. وبعد كده بضيف بقى ايه، الدقيق التدريجي. بعد كده بضربه كده وافضل ايه، اعجن فيه لحد، لو عندك عجان بقى بص هيسهل معاكي العمليه دي تماما. لا انا عجنته كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي لحد لما حسيت ان القوام بقى ايه، ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. دي القوالب اللي انا ايه بقطع بيها، يعني دي القطعات اللي انا بقطع بيها كده. دي الاشكال اللي عندي، وان شاء الله عايزه ازود عليهم كده باذن الله تعالى. طيب لو عندك ورق زبده ممكن تفردي العجينه بتاعتك عليها. طيب لو ما عندكيش ورق زبده عادي خالص، يعني هتحطي السيليكون وتفرديه عليه. طيب لو انا ما عنديش سيليكون وما عنديش بقى ورق زبده ولا اي حاجه خالص، هتجيبي كيس من اكياس التخزين وهتقصيه كده حباب قلبي، وهتفرديه وتحطي واحده تحت العجينه بتاعتك وواحده من فوق، وتبداي كده بالنشابه تفرديها كده زي ما انتوا شايفين. ونبدا نفردها، وبعد لما نفردها كده على طول بالقطاعه هنبدا ايه، نقطعها. قطعي بقى الاشكال اللي انتي تحبيها. عندك بقى الاشكال اللي انتي عايزاها، بصي جميع انواع الاشكال كلها عند الايه، عند الحلواني، ممكن تجيبي اللي انت عايزاه. بس طبعا المحلات كانت زحمه جدا مش قادره اقول لكم، فما قدرتش صراحه ان انا يعني ان انا اقف ان انا ازود الاشكال اللي عندي دي. عندي بقالها حوالي 3 4 سنين، فاللي هو كل سنه طبعا بحاول ان انا ازود حاجه كده او حاجتين، يعني حاجه بسيطه بحيث ان انا ما اكلفش نفسي. انا بس بوريكم بس كل الاشكال كده، وكل صينيه كده عايزه الشكل يبقى ايه، يعني كل شكل مالي الصينيه، بحيث ان انا ايه لما اجي الزق يبقى كل حاجه متناوله تحت ايدي، عارفه كل شكل مع بعضي. وكمان لما تيجي ترصيه بعد ما يستوي ترصيه كده مع بعضه، علشان خاطر برضو ما ياخدش معاكي وقت. وهنعمل كل حاجه باذن الله تعالى، وبصوا برضو هنزينه وهنعمل كل حاجه ان شاء الله في الروتين النهارده. طيب انا صحيت الصبح كده زي ما انتوا شايفين، اول حاجه بدات اعملها ان انا عجنت كده العجين. وقلت بقى ايه، بعد ما بتخلصيه على طول بتسويه، سويته كده زي ما انتوا شايفين، وسبته كده ايه يبرد. يعني ايه، قلت خليك بقى براحتك كده، ابرد براحتك. اللي هو في الوقت دوت كده كان الوقت خلاص اتأخر، اللي هو بقى غسلت المواعين وشطبت المطبخ. بصيت لقيت الايه يعني الساعة 5. اللي هو بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، كان عندي شوية هياكل وعندي كده ورك. فقلت بقى ايه، نعمل أكلة كده ايه، حاجة على السريع كده نظبط بيها يومنا كده زي ما انتوا شايفين. كنت بخلي معاكم كده الصدور وبخلي معاكم الوراك والحاجات دي. وطبعا يا حبايب قلبي دي الحاجات اللي بقت مني. طيب ايه اللي انا مخرجه دوت البصل لاخر لحظه، على فكره انا ما كنتش عارفه انا هطبخ ايه. فجات لي كده الايه الفكره على السريع، وحطيت كده حباب قلبي البطاطس وقطعت كده زي ما انتوا شايفين. خرجت الطماطم برضو من الفريزر والفراخ من الفريزر، وكمان البصل اللي انا مفرزاه معاكم، وكل حاجه كده تمام. وحطيت التوابل، وهحط بس ايه شويه ميه كده. وادي كمان كان عندي كام رجل كده حطيتهم كمان، بحيث ان ايه نظبط صينيه البطاطس بتاعتنا دي باذن الله. كان عندي كمان بولة من الشوربة كده وحطها في التلاجة، فقلت بقى نحطها كده ونضيف عليها كمان شوية من المية، ونبدأ ايه ندخلها كده الفرن حاجة كده على السريع كده. بعد ما سويت بقى ايه يا حبايب قلبي، سويت على طول الصابليه، وبعد ما سويته على طول رحت مخرجاه ورحت حاطه بقى ايه صينيه البطاطس كده زي ما انتوا شايفين. انا كنت حطاها الاول على البوتاجاز من فوق، فمعلش بقى ان انا ما عرفتش ان انا اصور لكم باقي الروتين. فصراحه يعني انتوا عارفين ان الصابليه بياخد الوقت كله. كده فطرنا كده حبايب قلبي، ادي الفراخ بتاعتنا وادي البطاطس وطبقين شيبسي وادي الرز، واللهم لك الحمد لله ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونقول الحمد لله انا جهزت لهم ايه اكل.
نيجي هنا بقى للتزيين، اللي هو بقى بعد ما فطرنا بقى وقلت لازم نقوم بقى نزين. انتوا عارفين الجو برد اساسا، فطبعا ايه الصابليه بيبدأ يعني يبرد معايا كده يعني على طول. فبعد ما برد كده قلت بقى ايه نقوم علشان خاطر بقى ايه نزينه كده، وقلت بقى ايه نزين كده مع بعض. في الوقت دوت كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، جبت كده ايه قوالب الشوكولاته، وبصوا بقى بقطعه كده زي ما انتوا شايفين، وهنسيحه على ايه حمام بخار. طيب، بصوا بقى انا اول مره صراحه انا اجرب الشوكولاته دي، فانا عايزه اشوف بقى ايه يعني يعني ايهما افضل. صراحه انا بستخدم سما بالحليب دي على طول يا بنات، للي عارفها. وفي طبعا انتوا عارفين انواع كتيره جدا، فانا جبت نوع الشوكولاته التانية دي، فقلت هجربها كده ان شاء الله باذن الله تعالى. قلت بقى ايه اول لما ادوق الصابليه كده والاقي بقى طعم الشوكولاته حلو يعني هقول لكم على طول. فبصوا كده زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، في الوقت دوت كده زي ما انتوا شايفين ادي الصابليه بتاعي كده برد تماما، وحاطه كل شكل كده جنب بعضيه علشان خاطر ايه ما يتوهش الشكل بعيد عن التاني. ونبدا بقى نلزقه. بصي بقى باي حاجه موجوده عندك، لو عندك مربى عندك شوكولاته اي حاجه تلزقي بيها يعني ايه، لزقي بيها كل اتنين زي بعض كده زي ما انتوا شايفين. انا كان بقى يا حبايب قلبي فردت كده كل شكل كده جنب، يعني كل شكل كده زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ نعمل ايه، هروح جايه بقى ايه حطيت المربى بتاعتي في كيس من اكياس التخزين عادي، وحطيتها كده زي ما انتوا شايفين على طول على السريع كده. ببدأ ايه ارص كده زي ما انتوا شايفين، حلوه جدا وما تاخدش معاكي وقت ومجهود ولا اي حاجه خالص. بجيب بقى الاشكال وببدأ الزقه كده زي ما انتوا شايفين. في الوقت دوت انا كنت حاطه الشوكولاته على النار، بتبدأ بقى ايه تسيح معايا. وبكده هتحسي ان اليوم جميل جدا، وهتحسي ان انت ما تعبتيش، يعني حاجه كده اعمليها اكنك بتتسلي كده او بتضيعي وقت كده يعني ايه. زي ما بقولك كده بصي هتحسي كده ان اليوم معاكي جميل جدا وماشي كده سلس كده وحلو. بصوا بقى ادي الحشوات بتاعتي، يعني ده اختياري لو حابه ان انت. انا كان عندي الحشوات دي صراحه يعني، فقلت بقى ايه هنبدا نعمل بيها كده. طبعا الشوكولاته لسه ما ساحتش قوي، بس انا كنت عايزه اصور لكم كده حاجه على السريع واوريكم بس الايه. في الوقت دوت كنت حاطه الشوكولاته التانية بتسيح على حمام البخار، وحبيت بس اوريكم بس الشوكولاته دي هي اللي بدات تسيح معايا كده على السريع. ونزينها بقى باي حاجه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، بقى فورماسين. بصوا هتحطوا بقى شوكولاته شيبس، جوز الهند، يعني اي حاجه. بصوا هقول لكم حاجه كمان، عارفين الشوكولاته بقى الايه اللي هي الدكنه دي، ما شاء الله ما شاء الله، مع جوز الهند بقى مش قادره اقول لكم كده، بتوديكي كده في عالم تاني، حاجه كده روعه يا بنات. والله جميله جدا جدا جدا. يعني ممكن انتي تزيني بحاجات بسيطه جدا، مش شرط ان انتي تغلفي الصابليه بتاعك كله من الظهر ومن قدامه كده، لا ممكن تغلفيه بس من اتجاه واحد، وبعد كده تحطيه في جوز الهند وكده تمام. او ممكن تعملي بقى ايه الشوكولاتات اللي موجوده عندك دي، واي حاجه بقى موجوده عندك، لو عندك مكسرات حاجه ترجع لك برضو لو عايزه تظبطي المكسرات بيها بالمكسرات. انا بقى في الوقت دوت كانت الشوكولاته بدات تسيح كده معايا، وكنت بجيبها كده واوريكم كده ايه حاجه على السريع. فاللي هو بقى ايه هوريكم بس كده كام واحده، وبعد كده حبايب قلبي اقعد بقى ايه انا على راحتي كده وعلى هداوه، إيه يعني اشكل كده براحتي وعلى مزاج كده زي ما انتوا ايه عارفين. فحاجة بسيطة كده، والله انا ما كنتش هنزل فيديو النهاردة، بس اللي هو بقى ايه قلت لا خلاص باقي كام يوم كده على الابواب، وعايزين نعمل تظبيطات العيد، وعايزين نظبط يعني الدنيا كده حوالينا. كل حاجة بقى تضرب تقلب بقى، انا عارفة كل واحدة بقى دلوقتي الكحك بقى والحاجات دي والحوارات دي بتاخد كل الوقت، فبتخلي الدنيا متنيلة. بصوا بقى برضو جبت اكياس برضو من اكياس اللي هي التخزين الصغيره جدا، وحطيت فيها كده حباب قلبي الشوكولاته، وبدات اغلف كده الشوكولاته البيضاء اغلفها بالشوكولاته البني، وبرضو نفس القصه الشوكولاته البني بغلفها كده زي ما انتم شايفين بالشوكولاته البيضاء. يعني بصوا مش قادره اقول لكم، يعني هتشيلي حته صغيره كده من طرف الكيس وابداي كده ايه ظبطي زي ما انت شايفه. وبكده عملنا اجمل صابليه، حاجه جميله جدا جدا جدا، ومش قادره اقول لكم وقسما بالله يعني حاجه كده خياليه. يعني انا مش قادره اقول لكم على الطعم، والله نفسي ادوقكم كده حاجه تحفه، حاجه كده في متناول الجميع.